في شمال أفريقيا وتحديدا شمال جمهورية مصر العربية تقع الإسكندرية. يعاملها سكانها على إنها أنثى متقلبة المزاج لا يفهمها أحدا بسهولة. يسكنها بعض الكائنات المتعجرفة المحبين لأنفسهم ولمدينتهم يكرتون لباقي الكرة الأرضية. يشعرون أنهم دائما متميزين، ربما يكونوا ليس كذلك في الحقيقة، ولكن بالنسبة لهم يكفي شعورهم بهذا التميز على أن يتعاملوا معه معاملة الواقع. تميز سكان هذه المدينة أنهم زرزورين جدا يغارون عليها من الزيارات، ولديهم مشكلة كبيرة مع الملابس الداخلية لزائريهم. يعشقون تفاصيل مدينتهم، ينتمون إلى بعضهم البعض انتماء قويا جدا جدا. تشم في شوارعها رائحة عبق التاريخ. أتشم رائحة العبق؟ أحدهم يطبخ الملوخية. يعتبرون أنفسهم منفصلين ليست عن دولتهم فقط بل عن العالم كله. لا يرتاح المواطن السكندري خارج مدينته إطلاقا. بالنسبة لهم هم دائما على صواب، لا يعرفون الخطأ. يدافعون عن بعضهم البعض وعن مدينتهم باستماتة. أصحاب مزاج يستطيعون جيدا التمتع باللحظات وبالتفاصيل التي ربما تكون بالنسبة لغيرهم ليست مهمة، هم يجدون تمتع بها ويعشقونها. الاسكندرية تحب السكندريين والسكندريين يحبون الاسكندرية. أتفهم هذه العلاقة؟ السكندريين لا يعتمدون أحد. الاسكندرية بها شيئا جميلا لا أعلم شخصيا ماذا هو، ولكني أشعر به. السكندري عندما يخرج من الاسكندرية يفقد روحه وتعود إليه بمجرد أن يعود إليها. أما هنا أصدقائي فهذا طقس من الطقوس المشهورة هنا في الإسكندرية، وهنا يأتي كل المكتئبين أصدقائي ليلا يفترشون شواطئ الإسكندرية كلها، يفضفضون إلى البحر ويشكون همهم، يتحدثون إلى البحر كثيرا، لا يرد عليهم البحر غالبا. هذه هي الإسكندرية أصدقائي.